كانت سالي فتاة صغيرة مليئة بالحياة، عيناها تلمعان بالفضول، وشعرها الأشقر يتطاير مع كل حركة. كانت تعيش في قرية هادئة محاطة بالغابات الخضراء، وكانت تقضي معظم وقتها في استكشاف تلك الغابة مع كلبها الوفي بينجو. في أحد الأيام سمعت سالي عن أسطورة قديمة تقول أن هناك زهرة سحرية مخبأة في عمق الغابة تدعى زهرة النجوم، وأن من يجدها ستتحقق أمنيته. شعرت سالي بحماس كبير وقررت أن تبدأ رحلة البحث عن الزهرة الأسطورية. انطلقت سالي وبجانبها بينجو في رحلتهما، واجه العديد من التحديات في طريقهما، فقد كانت الغابة مليئة بالأشجار المتشابكة والممرات الضيقة. وفي أحد الأوقات وصل إلى نهر عريض لم يعرفا كيف يعبرانه، لكن سالي لم تيأس، وبمساعدة بينجو وجد جسرا خشبيا قديما ومخبأ بين النباتات. واصل السير حتى وصل إلى مكان غريب لم تره سالي من قبل، مكان يغمره الضوء. كانت هناك بركة ماء صافية، وفي وسطها تطفو زهرة بيضاء صغيرة تتلألأ مثل النجوم. كانت زهرة النجوم. توقفت سالي للحظة وفكرت في أمنيتها، هل تتمنى لعبة جديدة أو قطعة حلوى كبيرة؟ لكنها نظرت إلى الغابة من حولها وإلى الأشجار والحيوانات، وشعرت أنها محظوظة بكل ما تملكه، فقررت أن تتمنى أمنية مختلفة. تمنت أن تبقى الغابة جميلة وآمنة للأبد، وألا يأتي أي ضرر على جميع الكائنات التي تعيش فيها. فجأة انبعث من الزهرة ضوء قوي، وشعرت سالي بهدوء وسلام يغمرها. عادت سالي إلى قريتها وهي تحمل في قلبها ذكرى هذه المغامرة الجميلة. لم تحصل على لعبة أو حلوى، لكنها حصلت على شيء أكثر قيمة، شعور بأنها جزء من هذه الطبيعة الرائعة، وأنها بقوتها الصغيرة استطاعت أن تحدث فرقا كبيرا.